السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم النهارده فاطمة من قناة فاطمة تيم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك واشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو جديد انا بنزله يا حبايب قلبي. ولو عايزين تشوفوا هنعمل ايه مع بعض النهارده خليكم معايا لاخر الفيديو عشان هنشوف الطريقة والمقادير بتاعت النهارده بقى كده يا حبايب قلبي. معانا اكله جميله جدا واحنا كلنا بنحبها، واكله الشتاء بقى. مش هنقول مفضله، بس هي ايه، بنعملها كده في الشتاء عشان بنتدفى بجد وبتبقى تحفه. وايه بالظبط، وكمان الخضار اللي احنا هنعمله ده النهارده بيبقى جميل قوي كده في الشتاء اكنه بجد فاكهه. النهارده بقى كده يا حبيب قلبي زي ما انتم شايفين هنعمل قلقاس بالشوربه اهو كده يا حبيب قلبي. جبناه وقشرناه وغسلناه كويس جدا اهو كده يا حبيب قلبي زي ما انتم شايفين. وهنعمل ملوخيه خضرة برضو، والتومه بتاعه الملوخيه فرمناها اهو كده يا حبيب برضو زي ما انتم شايفين. ومعانا هنا برضو السلق بتاع القلقاس بتاعنا اهو كده يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين. برضو حزمتين سلق كده حلوين غسلناهم وقرطفناهم اهو برضو زي ما انتم شايفين. والخضرة بتاعتنا برضو طبعا احنا مش هناخد كمية الخضرة دي كلها، احنا هناخد شوية بس صغيرين على القد. وطبعا اللي احنا بقى الشوربة بتاعت الفراخ، احنا بنسلق ضرورات الفراخ على النار، فاحنا مستنيين انها تتسلق عشان هنعمل بقى بيهم الشوربة بتاعت الفراخ. فخليكم بقى معايا لاخر الفيديو عشان هنشوف هنعمل ايه مع بعض. بس قبل اي حاجه ما تنسوش اللايك واشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو جديد انا بنزله، وكومنت وكومنت الحلو اللي بيشجعني ان انا ارجع زي الاول كل يوم انزل لكم فيديو احسن من اللي قبله. وخليكم بقى معايا لاخر الفيديو عشان هنشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا بقى كده يا حبايب قلبي، احنا هنبدأ نعمل اول حاجة القلقاس بتاعنا. جبنا كده اول حاجة يا حبايب قلبي الشوربة، حطيناها في حلة وحطينا معاهم معلقتين صلصة. احنا مش هنعمله بالصلصة، احنا هنعمله بالشوربة، بس احنا بنحط له معلقتين صلصة لان معلقتين الصلصة دول بيدوا طعم وريحة تحفة قوي. جربوها مش هتندموا، لو جربتوها اكتبولي تحت في الكومنت عجبتكم ولا لا. وحطينا عليهم نص معلقة سكر وفلفل اسود وملح ونص معلقه توم. طبعا التوم مفروم. فكده زي ما انتوا بقى مش شايفين كده يا حبيب قلبي سايبينهم بقى ياخدوا ايه غلوتين كده مع بعض. بعد كده هننزل بالقلقاس بتاعنا. ماشي. نسيت اقول لكم يا حبايب قلبي لازم نص ليمونه كده برضو نعصرها على الشوربه بتاعتنا عشان الزملقه بتاعت القلقاس يعني. تمام. متنسوش بقى اللايك واشتراك في القناه وخليكم بقى معايا لاخر الفيديو عشان هنشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا بقى كده يا حبايب قلبي دلوقتي بعد ما ياخدت غلوتين كده حلوين هنبدا بقى ننزل بالقلقاس بتاعنا اهو كله زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. جبنا بقى كده يا حبايب قلبي في الخلاط بتاعنا كبشتين من الشوربه وهننزل عليهم كده يا حبايب قلبي بكبشه من الخضره كده شويه حلوين زي ما انتم شايفين، وشويه من السلق برده اهو كده يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين برده. خليكم بقى معايا لاخر كده عشان هنشوف هنعمل ايه مع بعض. ما تخافوش طبعا يا حبايب قلبي ان ده كله هيتفرم مع الشوربه في الخلاط. بصوا بقى كده يا حبايب قلبي بعد ما ضربناه نصفيه كويس اهو كده يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين. هننزل بقى كده يا حبايب قلبي باللي صفيناه على الشوربه بتاعتنا اهو كده يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين. بصوا بقى كده يا حبايب قلبي بعد ما حطينا القلقاس في الشوربه اهو بصوا شكله بقى اتغير ازاي، بقى قلقاس بالشوربه اهو كده يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين. جبنا بقى كده يا حبايب قلبي معلقه زبده على معلقه سمنه كده على البوتاجاز في طاسه اهو كده يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين. وهننزل بالسلق بتاعنا اللي احنا ضربناه في الخلاط اهو كده يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين. هنسيبه بقى كده يا حبايب قلبي لغايه لما ياخد تشويحه كده وتشويحه يعني، ونسيبه لغايه لما ينشف خالص. بعد كده بقى نرجع لكم بقى تاني. خليكم بقى معايا لاخر الفيديو عشان هنشوف هنعمل ايه مع بعض. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو جديد انا بنزله. خليكم بقى معايا لاخر الفيديو عشان هنشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا بقى كده يا حبيب قلبي بعد ما عملنا الملوخيه اهو كده يا حبيب قلبي زي ما انتم شايفين. بصوا قوامها والحلاوه، نفسي بجد تبقوا معايا بالريحه والطعم بتاعها الفظيع ده. دلوقتي بقى هنبدا نعمل الطشه بتاعتنا. جبنا كده يا جماعه في اي حاجه عندكم صغيره، طاسه صغيره اي حاجه، وحطينا فيها الثوم بتاعنا وسيبناه كده لغايه لما يتحمر مع معلقه زيت.
سوري يا جماعه معلقه سمنه، وسيبناهم كده لغايه لما يحمروا. وبعد كده بقى هنبدا نعمل طشه الملوخيه. استنوا بقى عشان هنعملها مع بعض. بصوا يا حبايب قلبي، سوري معلش، انا اهو كده بقى كده يا حبايب قلبي، اهو طنشنا اهو الملوخيه زي ما انتم ما شايفين، زي السكر اهو كده يا حبايب قلبي زي ما انتم ما شايفين. بصوا برضو كده يا حبايب قلبي، عملنا برضو طشه تانية للسلق برضو بتاعنا. احنا بنعمل صنفين مع بعض، ملوخيه وقلقاس. جبنا السلق بتاعنا حمرناه كده في طاسه مع معلقه سمنه ومعلقه زيت، وحطينا عليهم معلقتين كده من الثوم، حمرناهم برضو في معلقه سمنه اهو كده يا حبايب قلبي. وسيبنا كده بقى يا حبايب قلبي السلق لغايه لما يتحمص خالص اهو كده يا جماعه مع الثوم اهو كده يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين بقى يخشول. هنطشه برضو كده يا جماعه برضو مع القلقاس، فخليكم بقى معايا الاخر فيديو عشان هنشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا بقى كده يا حبايب قلبي بعد ما القلقاس بتاعنا بقى ما خلص، بصوا الجمال والحلاوه بجد. كان نفسي تبقوا معايا شامين الريحه بتاعت القلقاس الجميل والملوخيه، بجد قلبين البيت كله. فدلوقتي بقى هنبدا نعمل الطشه بتاعتنا. برضو احنا ايه حطيناهم كده على النار عشان يسخنوا لهم كده دقيقه كده يا حبايب قلبي، يسخنوا بس عشان ايه تتش معانا تعمل صوت الطشه الجميله بتاعتنا. ما تنسوش بقى اللايك واشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو جديد، وكومنت حلو بتاعكم اللي بيشجعني ان انا ارجع زي الاول كل يوم انزل لكم فيديو احسن من اللي قبله. تعالوا بقى بينا نطش طشه القلقاس بتاعنا. ما تنسوش اللايك وخليكم معايا لاخر الفيديو عشان نشوف هنعمل ايه مع بعض. يلا الطشه بقى كده بتاعتنا الجميله. تمام كده الطشه بتاعتنا الجميله يا جماعه، بجد مفيش اروع من كده، بجد بقى تستحق لايكات كتير. هنروح بقى كده يا جماعه يا حبايب قلبي واخدين الجمال ده كله وننزل بقى بيه على ايه، على القلقاس بتاعنا التحفه بتاعنا كده اهو كده بقى يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين. بص حبايب قلبي بتبقبق اهو، شايفين كده اهو كده، بجد مفيش اروع من كده. متنسوش بقى تجربوا الطريقه وتقولوا لي تحت في التعليقات عجبتكم ولا لا، بس هي اكيد طبعا عجبتكم، هي عجبتنا فاكيد هتعجبكم. وبس كده بقى يا حبايب قلبي يكون انتهى الفيديو بتاع النهارده. لو عجبكم الفيديو بتاع النهارده متنسوش اللايك واشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو جديد انا بنزله. ويا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم، واستنوا كل يوم فيديو احسن من اللي قبليه. وبصوا بقى الجمال والحلاوه بتاعه القلقاس بعد ما خلص، بجد يعني مفيش اروع من كده، والريحه بجد قلب البيت كله. احلى والقاس يا جماعه تاكليه ده بتاع الشتا ده، طعم وريحه ولذيذ وسكر، بجد سكر. طبعا بقى احنا عارفين يا جماعه ان وبيدفي كمان برضو في الشتاء. طبعا بقى يا جماعه زي ما انا بقول لكم الخضار بتاع الشتاء اكنكم بتاكلوا فاكهه مش خضار، بجد جربوه مش هتندموا. ولو جربتوه قولوا لي في التعليقات عجبكم ولا لا، بس هو اكيد يعني عجبكم. بس كده يكون انتهى الفيديو بتاع النهارده، ويلا باي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس بقى كده يا حبايب قلبي بعد ما خلصنا الاكل كله، بسم الله ما شاء الله الله اكبر، معانا هنا برضه عملنا كده شوية رز حلوين كده مفلفلين، رز بشعرية جنب القلقاس بتاعنا الجميل، وشوية الملوخية الخضراء اللي زي السكر، سكر سكر سكر. والفراخ برضه بتاعتنا حمرناها او كده يا حبايب قلبي زي ما انتم ما شايفين. احلى اكله دي ولا ايه؟ طبعا بقى يا جماعه اتفضلوا معانا، وهو ده الاكل كان بتاعنا النهارده. ولو عايزين تشوفوا الطريقه بتاعه الاكل ده خشوا شوفوها على قناه اليوتيوب بتاعتي، اسمها فاطمه تيمو بالانجليزي، وخشوا بقى اتفرجوا. عاملين لكم القلقاس بتاعنا سكر زي السكر اقسم بالله معاكم على في الفيديو، والملوخيه برضه. وهي ده الاكل كان بتاعنا النهارده. ولو عايزين اي اكله عايزين طريقتها اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وان شاء الله باذن الله اعملها لكم. وبس كده ويلا باي.